النهارده هاقول لكم وصفة حلوة جدًا على طول بتطلب مني من زبايني، وهي شوربة الكريمة، طعمها تحفة بجد، إن شاء الله لمّا تجربيها هتحبيها ومقاديرها مش هتتوقعيها، مقادير بسيطة جدًا هتبقى متواجدة في كل بيت، إن شاء الله جربي الوصفة وأنا متأكدة إن هي هتعجبِك. الوصفة بقى كالآتي من غير رغي كتير وندخل في الdetails على طول. كل ما عليكِ يا ست الكل إن أنتِ هتجيبي بصلاية واحدة فقط لا غير، وهتبشريها على إيدِك، ويا ريت تقطعيها كده مربعات على إيدِك كده، لأن التقطيع بيفرق، ما تستسهليش وتحطيها في الكبة. بعد كده هتجيبي معلقة من السمنة وهتشوحيها على النار، وأول ما البصلة تدخل في الزعفران تروحي حاطة عليهم فصين من التوم، وأول ما الريحة تفحفح وتشميها تروحي على طول جري حاطة البصل حاطة البطاطساية، هي بطاطساية واحدة خلي بالك، وكمان هتحطي 4 جزرات حلوين كده كبار، هتزوديها بحبة مية وهتسيبيها يتسلقوا مع واحدة مرقة دجاج، وهتحطي حبة ملح صغيرين وحبة فلفل قليل أوي 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 أوي. تسيبيها بقى تاخد وتدي مع نفسها لغاية ما تتأكدي إن البطاطس اتسلقت وكمان الجزر اتسلق. هتاخدي كل الكلام الحلو ده وهتحطيه في الخلاط وهتضربيه، وزوديله كمان كوباية صغيرة من المية عشان بس يساعدك في الخفق في القوام في الخلاط بتاعك. هتلاقي معاكي قوام حلو جميل جدًا عامل زي الكريمة، هتاخدي كل الخليط ده وهترجعي على نفس الحلة وتروحي صابّاه فيه، مع تقليبتين خفاف ونار هادية جدًا واطية، هتجيبي بقى كوبايتين من اللبن أو كوباية ونُص من اللبن، ودي حاجة مهمة جدًا، وهتحطيها وهتقلبيها مع بعض لغاية ما تتسبك، ضبّطي ملحِك والفلفل بتاعِك، وفي آخر حاجة بترشي عليها بابريكا من فوق، وكمان حبّة من البصل الأخضر اللي هو العروش بتاعته الخضرا الحلوة دي، وقدّميها وبألف هنا. ولو عاوزة تعزّزي الكريمة أكتر أو الشوربة بتاعتِك الكريمة بتاعتِك أكتر، بتزوّديها يا إمّا حبّة من اللبن اللبّاني، الكريمة اللبّاني، لو مش متوفّر عندِك حتّة من القشطة صغيّرة، ودمتم وبس كده. ولو وصلتِ لغاية هنا يا ريت تدعميني باللايك وبالشير.